بعد ما كملت الثانوية استلمت شهادة الثانوية، رحت قطعت جواز على أساس بغترب. يعني فكرة الكسب المستعجل، الواحد يفكر تفكير قاصر، إنه أحسن إنك ما تعلمت، إنك أحسن إنك تغترب. إيش بتصلح، إيش بتعمل، ما فيش وظائف، ما فيش. أخوكم دكتور محمد صالح القيسي من أبناء محافظة البيضاء، مديرية الصومعة، عزلة جاعر، من مواليد عام 1978. عشنا في قرية جاعر عزلة في نهاية مديرية الصومعة، كانت أيام طفولة جميلة. جاعر قرية بسيطة وأهلها طيبين، وكانت لها دور في المرحلة الابتدائية من حياتنا العلمية. الابتدائية تم دراستها في مدرسة المأمون بجاعر، مدرسة جميلة ولها ذكريات جميلة وأساتذة رائعين كانوا معنا في هذه المرحلة. وكان جنب المدرسة وحدة صحية أو مركز صحي صغير جميل من 4 غرف، كانت غير مفعلة ولا يوجد فيها كادر. له ذكريات جميلة، كنا نجلس فيه أثناء الاستراحة أو أثناء عدم وجود معنا دراسة. فأعتقد أنها كانت من ضمن الذكريات اللي جذبتنا إلى موضوع خدمة الطب في هذاك الأيام. بعد ذلك انتقلنا بعد الإعدادية إلى محافظة البيضاء. انتقلنا إلى محافظة البيضاء لدراسة الثانوية، فكنا مجموعة برضه من الطلاب، استأجرنا سكن وعشنا هنا لمدة 3 سنوات حتى أكملنا الثانوية في 96 97. ومن ثم كان التجنيد الإلزامي في حينها، هذه الفترة كان عندنا تجنيد إلزامي. الناس اللي عندهم معدلات جيدة يتم تحويلهم إلى فكرة التدريس. كنا نحن من ضمنهم. صرفوا لنا دفتر الخدمة التعليمية ورجعت إلى مدرسة المأمون بجاعر من أجل أن أدرس فيها الفصول الإعدادية. كنا ندرس فيها المواد العلمية اللي هي الفيزياء والرياضيات والأحياء. وكانت أيام جميلة لمدة سنة. وبعد ذلك أكملنا فترة الخدمة الإلزامية في مجال التعليم. ذهبت إلى صنعاء من أجل التنسيق في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة صنعاء، ولم نتوفق. ومنها انتقلنا إلى جامعة سانتا تريزا في أرمينيا بفضل من الله سبحانه وتعالى. والأخ الدكتور أحمد الدوسري هذا كان مثل لنا ورائع جدا. جلسنا هناك حتى إكمال فترة الطب العام. كانت أيام فيها صعبة فعلا، ظروف الأهل كانت شوية صعبة، فكنا نشتغل بالصرافة في الأوبشيجيتي تقريبا في 500 طالب من هنود، من باكستان، من الصين، وكلهم طبعا في الأخير هي كل العملة اللي تجي من برا هي دولار، ومن ثم تصرف إلى روبل. فكنا نشتغل في الموضوع الصرافة، ولا تطلع لك 200 دولار 300 دولار 500 دولار في الشهر، كان تصرفك بزيادة. بعدين كملنا البكالوريوس طب عام، ورجعت مباشرة كذلك إلى مسقط الرأس في عام 2004 برضه جاعر. يعني أنت عارف الواحد عندما يرجع لبيته وقريب أهله، فكان أقرب فكرة أن نعيد تنشيط المركز الصحي اللي كلمتك عليه بداية الحلقة، أنه 4 غرف، وتم إنشاء مركز متكامل فيها لمدة 3 سنوات. كان معنا برضه الدكتور راشد، كان خريج العراق، برضه بكالوريوس مختبرات من نفس القرية. برضه واحد من الشباب علمنا الصيدلة، كيف يدير الصيدلة، موظف تقريبا معنا في مكتب الصحة. كنا نستقبل في اليوم ما يقارب 20-30 حالة، وكان شغل جميل جدا بصراحة. بعد ذلك فكرنا بالموضوع الجراحة، وهو الأساس الذي كنا نرغبه. نزلنا إلى عدن عبر التنسيق من مكتب الصحة محافظة البيضاء إلى عدن وزارة الصحة، المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، مساق الجراحة العامة. اختبرنا وتم القبول، وكان توفيقنا بعد الله سبحانه وتعالى بوجود الأستاذ الدكتور عبد الحكيم عمر التميمي، كان المشرف الماجستير. له دور كبير جدا في تعليمنا وتربيتنا، واكتسبنا منه خبرات علمية ومهارية، نقول جزاه الله عنا ألف خير. 2009 أكملنا الماجستير. تم الحمد لله الرجوع إلى محافظة البيضاء والتنسيق مع مستشفى الزهراء، واستمرينا بالعمل معهم توأمة مع مستشفى الثورة الحكومي طبعا.
كانت أيام جميلة واكتسبنا فيها مهارات كبيرة جدا لكثر الحالات. كنا نشتغل في اليوم ما يقارب 5 حالات. إلى عام 2012 و2013 بدأنا نفكر، أكيد كل واحد يفكر بعمل استقلالي. تم التفكير في هكذا، وكان لدي مشروع لإقامة المستشفى في المحافظة متكامل على طراز حديث وبناء حديث وتجهيزات حديثة. تم عرض المشروع على عدة أشخاص من المستثمرين في محافظة البيضاء، لأنه لا أستطيع يعني أن أقوم بعمل هكذا. أنا كل استطاعتي أني أعمل عيادة، فقمنا بعرضه على عدة مستثمرين بدون ذكر أسماء. أغلب المستثمرين تم عرض الموضوع عليهم، فما كانش منهم تفاعل، فلجئت إلى أن أعمل عيادة أو نسميه مستوصف متواضع، عيادتين، عيادة للجراحة العامة وعيادة للنساء والولادة، ومختبر بسيط وصيدلية بسيطة. كان عمل جميل وإقبال كبير. إلى عام 2014 تقريبا، عامين أو هكذا، حتى تم إنشاء مستشفى الدكتور محمد القيسي. تم تحويله من مستوصف الأمومة والطفولة إلى مستشفى الدكتور محمد القيسي. ضمينا في عيادة عيون، ضمينا في عيادة عظام، ضمينا في عيادة باطنية، مخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والنساء والولادة. كان معنا تقريبا 8 عيادات. إلى عام 2018 كان العمل كل مرة يزداد أكثر ويحتاج طلبات أكثر، وكان شح التخصصات اللي موجودة في المحافظة تعيقنا. مثلا تشتي استشارة طبيب عيون، كيف تصلح؟ يعني واحد عنده إصابة مكسورة يده لكن عنده دقة في عينه، كيف تصلح؟ صعب جدا. كنا نعاني في بدايتها، الأمانة كانت معاناة قوية جدا. تجيك حالة تحتاج مخ وأعصاب، وين تحولها؟ ترجع تحولها صنعة. حاجة تحتاج علاج طبيعي وتحتاج تمارين، تحتاج كلى، تحتاج كودك تخلي رجلك لا صنعة. أصبح الموضوع أنه لابد من التفكير وبذل جهد أكبر من أجل توفير ما يستطيع أن يخدم المحافظة ويخدمك أنت كطبيب. وكان لدينا الاحتياج مثلا لمركز عيون متخصص لإجراء العمليات وإجراء التشخيص، تم إنشاء مركز عيون. كذلك لا يوجد مركز علاج طبيعي في المحافظة، فتم إنشاء مركز علاج طبيعي. ولا يوجد مركز مسالك بولية، وتم إنشاء مركز مسالك بولية. لا يوجد في المحافظة مركز تشخيصي، وتم إنشاء مركز تشخيصي. كان ما فيش في البيضاء أشعة مقطعية في حينها، تم توفير أشعة مقطعية داخل المستشفى، ومن ثم تم تكوين مركز متكامل من أجل احتواء جميع الأشياء التشخيصية لخدمة المحافظة، على أساس أنه يكون للجميع، مش بس لمستشفى الدكتور محمد القيسي. لأي طبيب يريد أن يعمل أجهزة تشخيصية، التراساوند، بانوراما، سيتي سكان، فحوصات مخبرية، أشعة إكس، جهاز تلفزيون، يكون كلها تحت سقف واحد. تحول المستشفى إلى مجموعة متكاملة. نعم. أصبح الموضوع ما تطلبته المحافظة من أجل أن تلحق بالمحافظات الأخرى. تم قدر المستطاع الدفع لكل الإمكانيات إلى إيجاد ما يملي هذا الفراغ. عندنا هيكل تنظيمي متكامل، كل واحد له صلاحياته وما حد يدخل في صلاحيات الآخر. أنا ممكن أجلس، ممكن أغيب، أنا رئيس مجلس إدارة، في الحاجات الأخيرة أطلع عليها. كل واحد في إدارته وتمشي الأمور منسجمة. ولكن عاده ينقصنا مركز للقلب. الخطة جاهزة كانت في عام 2022، وبعد ذلك تعثرت بسبب الأوضاع الحاصلة في البلاد. في محافظة البيضاء عندنا نقص كبير جدا في الكادر الصحي بشكل كثير، واحنا نعاني منه. نعم. وتحصل ان مثلا عندنا مجموعه القيس الطبيه اكثر من 70% موظفين من خارج المحافظه. لا بد من وجود جامعه طبيه، لا بد من وجود استثمارات قويه في المحافظه. ونحن في محافظه البيضاء اصحاب رؤوس اموال كبيره في اليمن وخارج اليمن، لكن لا يوجد شخص حاول ان يضع بصمات له في هذا المحافظة. احنا لا يوجد معنا جامعة خاصة. مثلا أنا عندي 3 أولاد يدرسوا الآن في صنعاء في كلية الطب. يعني تصور أنت داخل بلدك وعيالك مغتربين. فمن هذا القبيل نناشد يعني الناس صدق أنهم يرجعوا إلى محافظتهم. يا أخي اطرح لك بصمة يا أخي، بس كل واحد في مجاله. أنا في مجالي الطبي عملت ما قدرت أن أستطيعه، ونتمنى إقامة جامعة خاصة في جميع العلوم، من طبية وعلمية وفنية وتكنولوجية. أكثر مشكلتنا أصحاب البيضاء الاغتراب. حتى أنا زي ما عاد ذكرت لك الموضوع هذا، أنه أنا بعد ما كملت الثانوية، استلمت شهادة الثانوية، رحت قطعت جواز على أساس بغترب. يعني فكرة الكسب المستعجل، الواحد يفكر تفكير قاصر، انه احسن انك ما تعلمت، انك احسن انك تغترب. ايش بتصلح، ايش بتعمل، ما فيش وظائف، ما فيش. هذا غلط كبير جدا نعانيه في انه ترك التعليم. ويا اخي لو حبيت تغترب وانت متعلم، تكون لك قيمتك
نعم. ويكون لك يعني شخصيتك. نعم. وأنا متأكد وعارف أن كل من لم يكملوا تعليمهم نادمين إلى اليوم. نعم. ما عاد ينفعش يا أخي. ينفعش. يقولوا أصحابنا سعيد من رأى عبرته في غيره. نعم. شهادتك ووثيقتك علمية جامعية هناك بيكون لك مستقبل وتمثل اليمن بشكل أجمل. يستاهل الدكتور محمد، شخص ناجح في عمله. ايوه لازم تفكروا صح. فالعمل صور احنا والشباب.